ده انا بقرا الايات دي بقى لي 20 سنه مش فاهم حاجه. انا فهمت ربنا يقصد. فهمت انا هنعمل ايه؟ انا فهمت ربنا يقصد ايه، بس انا عرفت طريقه القران. لا، احنا هنعمل معاك في الحلقه حاجه تانية جامده جدا. هنيجي في اخر الحلقه بعد ما نشرح القصه قوي قوي قوي، نمسك الايات في اخر الحلقه نقراها. نقرا الايات ونبدا نقول تعالوا بقى القصه اللي حكيناها، تعالوا نسمع ربنا بيقول ايه. ونبدا نقرا الايات. انا متاكد وانتوا بتسمعوا الايات دماغك بتنور. ايه ده؟ انا فهمت. ايه ده؟ انا فهمت الصوره دي. انا فهمت ربنا يقصد ايه بالقصه دي. الناس عندها فضول، هتبص تلاقي نفسك طب انا عايز افهم الباقي. ده اللي هيحصل. لا، وهنديكوا واجب عملي. ممكن كل عيله بعد ما تخلص القصه ترجعوا مع بعض وتقروا القصه مع بعض. فهمت هنعمل ايه؟ يبقى اول حاجه هحب وافهم القرآن من خلال ولذلك يا جماعة عشان القرآن القصص هتساعدك على الفهم. ربنا خلى زي ما بقول لك خلي بالكم، ما فيش سورة في القرآن إلا وفيها قصة. ما فيش جزء في القرآن إلا وفيه قصة. القرآن أول صفحة قصة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في قصة آدم، وآخر صفحة قصة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. مش كده؟ لا، ده في أسماء كتير من الصور بأسماء القصص. سورة الكهف مش قصة؟ سورة مريم، سورة آل عمران مش قصة؟ لا، ده كده مش كده وبس، ده في صور كاملة عبارة عن قصص. الكهف 5 قصص، سورة القصص اسمها سورة القصص وهي عبارة عن قصص. يا جماعة الوضوء والميراث ذكر 2 3 في القرآن مش كده؟ لكن القصص ذكرت قد ايه في القرآن؟ عشان الفكرة دي، عشان فكرة ان القرآن كله قصص. هنساعدك تفهم القرآن من خلال القصة. طب الحاجة التانية، هنصلح حياتنا بالقرآن. ازاي هنصلح حياتنا بالقرآن؟ اصل القصص اللي احنا هنحكيها السنة دي مش قصص الانبياء. ايه ده؟ احنا هنحكي قصص اخرى، قصص الناس العادية اللي ذكرت في القرآن. ما هو القرآن فيه حاجتين، قصص انبياء وقصص الناس العادية اللي ذكرت في القرآن. زي مين؟ اهل الكهف، شباب عادي، لا هم انبياء ولا هم صحابة ولا هم شافوا انبياء، ناس عادية زي وزيك. يعني ايه؟ فهتشوف نفسك. طالوت وجالوت، قصة أصحاب الجنة، ناس عادية، ناس عادية. أبطال القصص ناس زي وزيك. هتقولي طب وإيه اللي هيصلح حياتي بالقصص دي؟ أحكي لك حاجة. حياة البشر فيها ملايين القصص، صح ولا لا؟ يعني من ساعة آدم لغاية يوم القيامة في كم قصة في حياة البشر؟ بلايين مش ملايين. يعني أنت لوحدك، الناس اللي بتتفرج عليا، حضرتك حياتك فيها كم قصة؟ أنا لوحدي يا نهار أبيض، ده أنا شفت في حياتي 100 قصة وقصة. مش كده؟ تخيل بقى ربنا في كتابه الخالد الخاتم اختار 30 قصة بس، هم دول. يا نهار أبيض، إيه السر اللي في القصص دي؟ القصص دي مرايات، هتشوف كل واحد فيها نفسه. هتبص تلاقي القصة بتعريك من جوه. خلي بالك انت فيك من القصة دي. عشان كده أبطال القصة مش كلهم ناس كويسين. في أبطال القصص بتاعة القرآن ناس مش كويسة. قارون، أصحاب الجنة اللي خانوا أبوهم. كأن القصص إيه؟ قابيل وهابيل، واحد كويس واحد وحش. مش قصص أنبياء، قصص ناس عادية وانت شايف نفسك في الصورة. القصص عاملة زي مرايات. ربنا اختار 30 قصة، صحيح قصص قديمة بس هي قصص الماضي المستمر. كله متشاف في الصورة، انت متشاف. التونسي هيلاقي نفسه، والسوداني هيلاقي نفسه، واللي عايشين في أوروبا هيلاقوا نفسهم. ومش للمسلمين بس، للبشرية كلها. ربنا القادر العظيم في كتابه الخالد المعجزة، مش بقول لكم معجزة، جمع 30 قصة البشر يشوفوا فيها نفسهم ليوم القيامة. كل واحد بيقول، هتبقى انت قاعد في الحلقة انا بقول لك هيحصل كده، ده بيتكلم عليا، ده انا، يا نهار ابيض، ومحدش شايفك. يا وبعد الحلقة ده خبطني قوي. مش انا اللي خبطتك، القرآن لمسك قوي. يحصل لك ايه؟ لا انا مش عايز يحصل لي اللي حصل لفلان، لا انا عايز ابقى زي فلان، لا ده انا نفسي ربنا شفت القصص هتعمل معاك ايه؟ عرفت ليه هتصلح بيها حياتك واراده فوق ارادتك؟ انتوا عارفين القصه القرآن عامله زي ايه؟ حاجه جميله جدا. عارفين لما بتبقوا راكبين قطر، تبقى راكب قطر، فتبقى وانت راكب القطر ساعات يتحرك جنبك قطر تاني، فتتلخبط مين اللي ماشي ومين اللي واقف، مش كده؟ مين الثابت ومين المتحرك. بتعمل ايه لما بتتلخبط؟ بتعمل ايه؟ بتدور على بعد ثالث ثابت عشان تعرف بيه، مش كده؟ تدور، تبص على ارض، تبص على شجره عشان تعرف ايه الثابت وايه المتحرك. قصص القرآن كده،
لما الدنيا تتلخبط زي حياتنا دلوقتي، والحق يخش في الباطل، والخير يتلخبط مع الشر، وتتلخبط وتقول انا ما عدتش عارف الخير من الشر فين، نقول لك ايه؟ بص على القصه دي، هو ده البعد الثالث، قصص القرآن البعد الثالث اللي يقول لك ايه الثابت وايه المتحرك. ما تخافش، اسمع قصص القرآن ومش هتتلخبط. عرفتوا القصة عبارة عن ايه؟ شفت فكرة القطر دي؟ والله ده اللي هيحصل معاك. لا، انا بيع مبادئي بعد ما سمعت قصة قارون تتحرق الفلوس. لا 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 لا، ما بيعش مبادئي ابدا ابدا، لا يمكن. خلاص انا شفت البعد الثالث، مش هتلخبط مين الثابت ومين المتحرك، فين الحق وفين الباطل. كلنا متشافين في الصورة والحق باين، لان كل ما ربنا يقول قصة يقول لك بالحق. القصة دي محكيه لكم بالحق عشان يقول لك ده البعد الثالث الثابت. كلنا هنتشاف في الصورة. هتشوف قصة، احكي لكم زي ايه، اديكم امثله تشويقيه كده، نعمل بروموشن للبرنامج وتحس احنا هنتكلم على ايه. هتلاقي قصه بتتكلم على النفس البشريه من جوه نفسك. يا ترى انت عارف نفسك؟ يا ترى انت تعرف موديل عربيتك وتعرف نوعيه نوع اللبس اللي بتلبسه، لكن تعرف نفسك ايه؟ تصدق في قصه في القرآن تكشف لك نفسك؟ انت انه نفس؟ انت بتهتم قوي تحافظ على جسمك وعلى اناقتك وتعالج نفسك من الامراض، لكن انت انه نفس؟ انه نفس؟ خلي بالك، مرض النفس اشد من مرض الجسم. مرض النفس يدخل نار. انت نفس مؤمنه مطمئنه، ولا انت نفس لوامه، ولا انت نفس اماره بالسوء؟ انت عندك كبر وحسد وبخل وطمع؟ اسمع قصه قابيل وهابيل وانت تشوف قماشه واسعه للنفس البشريه بكل امراضها. العين بتمرض ومرضها انها ما تشوفش، والايد بتمرض ومرضها انها ما تتحركش، والنفس بتمرض ومرضها انها تكره وما تعرفش تحب. اسمع قابيل وهابيل. قصة تانية، قصة الولاد اللي خانوا ابوهم بعد ما مات. ابوهم كان راجل خير، بعد ما مات اوعى تخون ابوك بعد ما مات، اوعوا تغيروا سكة ابوكوا. قصة اصحاب الجنة. قصة ثالثة، قصة بتسألك يا ترى انت عندك قيمك ومبادئك اتغيرت؟ فاكر لما كنت صغير طالب؟ يا ترى انت اتغيرتي بعد ما كبرتي ولا انت زي ما انت؟ في حاجه يا جماعه اسمها رصيد الاخلاق، وفي حاجه اسمها رصيد البنك. في ناس بقت بتبيع رصيد الاخلاق عشان تملى رصيد البنك. اوعى تعمل كده. قصه قارون اللي باع رصيد اخلاقه عشان رصيد بنكه وتغير، ده كان من اصحاب موسى، خساره بقى من اصحاب فرعون. قصه ازاي تواجه الظلم من غير عنف. قصه غلام عنده 14 سنه وقف قدام الملك الظالم وانتصر عليه من غير ولا نقطه دم. ايه الخطه اللي حطها وازاي انتصر عليه؟ قصه اصحاب الاخدود. ايه ده؟ شفتوا بقى؟ عامل لكم، مش بقول لكم، عامل لكم يعني تشويق. مش بقول لك هتصلح نفسك، لانك هتتوجع في النص. لو انت شاب او انت رجل اعمال، لو انت ام، لا ومش كده وبس، قصص عائليه. العيله المتماسكه، قصه جد وجده قرروا يعملوا عيله متماسكه. مين؟ ام مريم، عمران ومراته. مين الاجيال؟ جد وجده، عمران وام مريم. ومين الخال؟ زكريا. ومين البنت؟ مريم. ومين الحفيد؟ عيسى. يا نهار ابيض، حته عيله متماسكه. وقصه تانيه لعيله اتفرقت وعيله حصلت لها مأساة، والعيله بترتب لترتيبات الفرح. الاخ قتل اخوه، العريس مات واللي قتله اخوه. يا عيني على مأساة ادم وحواء. يا ترى ادم وحواء مشاعرهم عامله ازاي؟ قصه قابيل وهابيل والاسره لما اتمزعت وحصل فيها كده. قصه البنات اللي في سن ال17 وال18 ومليانين عاطفه حب، هيودوا عاطفه الحب دي فين؟ قصه مريم وازاي توجهي طاقه العاطفه اللي جواه. دي قصص القرآن. قصص القرآن بتعلمك 4 حاجات: ازاي تحب وتفهم القرآن،